السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المغاربة في الداخل وفي الخارج، تحياتي لكم جميعا ومرحبا بكم في هذه القناة، قناة فلاش فوت. اليوم جبنا واحد الفيديو ديال الإعلام الجزائري الخبيث اللي تيتكلم على المغرب وعلى المغاربة وعلى الأسود المغاربة، بعد ما تبين لهم الحق أن المغرب قوي منهم، قوي عليهم بزاف وبزاف وبزاف. كما لا يخفى عليكم أن المغرب يعني ربح احتضان كأس إفريقيا للأمم اللي غتقام في 2025، وصوتوا عليهم الاتحاد الإفريقي، اللجنة اللي تتشرف على التصويت، صوتات لصالح المغرب بالأغلبية 22 صوت مقابل 0 صوت للجزائر. وكما هو معلوم أن الاتحاد الإفريقي له كامل الصلاحية والشفافية والديمقراطية، وتختاروا بحكمة ورزانة البلد الذي يتشرف باحتضان 2025 كأس إفريقيا 2025. الإعلام بعد ما ظهرت النتيجة وخذ المغرب الرهان وانتصر على جميع الدول المرشحة الأفريقية بما فيها نيجيريا وبنين والجزائر والسنغال وثلاثة دول أفارقة خداو تشريف لاحتضان كأس إفريقيا 2027 في كينيا، أوغندا، والفرقة الثالثة ديال أفريقيا. إذا تحياتي لكم جميعا إخواني في الله. غنشوفوا هذا الإعلام الخبيث شنو تيقول بعد ما تبين لهم الحق أن المغرب كبير عليهم بزاف وما غينزلش هذا المستوى اللي تيقولوا في الإعلام ديالهم أن فوزي القجع الأسد الإفريقي أنه بطريقته الخاصة هو اللي ربح المغرب وبعد الجزائر، وهادشي من ضرب الخيال ديال الكراغيلة، لأن التصويت جا بطريقة ديمقراطية. وكما شفنا حنا في حفل النتائج أن موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطريقة ديمقراطية وقال كلمته. ربما ترجعوا الحفل ديال موتسيبي والإعلان النتائج في الفيديو السابق ديالنا في قناة فلاش فوت، يمكن ترجعوا وغتشوفوا هذاك الشيء بالتدقيق وبالتفصيل وبالمباشر. إذا الإعلام الخبيث ما تسرطاش لأن المغرب غيحتضن كأس إفريقيا 2025، وبالتالي خرج بالطرهات ديالو تيتهم المغرب بالتصوير وبالكولاسة وأن فوزي القجع هو مهيمن على الكاف. داكو نمشيو حنا معاكم في الطرح أن المغرب هو مسيطر على الكاف وأن موتسيبي هو دومية كما تيقولوا هاد الخبثاء من الإعلام الجزائري. بعد بين قوسين، تخيلوا أن الإعلام الوحيد في العالم العربي، تخيلوا في العالم العربي أنه ما حياش المغرب، ما حياش فوز المغرب باحتضان كأس إفريقيا في 2025. جميع الدول العربية الأشقاء بما فيها تونس، موريتانيا، مصر، ليبيا، الأردن، لبنان، دول الخارج الأصدقاء ديالنا الأشقاء ديالنا، جمهورية مصر العربية، السودان، الصومال، جميع الدول العربية فرحوا النتائج إلا الكراهلة. ما تسرطاش لهم، قال لهم علاش المروك أنه يحتضن هذا؟ لأن المروك ببساطة هو قوي عليكم، ملف كان كيتشارج
اللي تقدم به فوزي القجع والجامعة لكرة القدم، الجامعة الملكية لكرة القدم، أنها كانت كفء وكان ملف قوي، وهذاك الشيء اللي طلبات الكاف لقاتو موجود في الملف ديال المغرب، اللي ما لقاتوش في الملف ديال الجزائر، لهذا انسحبت الجزائر رغم أن التصويت تم بالحضور ديال الجزائر اللي خداو 0 صوت، أن جميع الأعضاء ديال الأفارقة ما صوت عليكم حتى شي واحد، 0 صوت، لأن الوزن ديالكم في أفريقيا تفضح، وأن لا وزن لكم في أفريقيا رغم الرشاوى اللي تتقدمها للدول الأفريقية الضعيفة باش يعترفوا بجمهورية الوهم اللي مشعشع عليكم هنا في دماغ العسكر، النظام الكرغولي العسكري. إذا خوتي غنشوفوا هذا الإعلام الخبيث شنو تيقول، وحقيقة هذا الشيء تيألم فاش نشوفوا هادو أشقاء ديالنا الجزائريين مشاركين معهم الدم والدين واللغة والجوار. إذا خوتي غنشوفوا هذا الإعلام الخبيث شنو تيقول. تحياتي لكم جميعا، وما تنساوش دعم هاد قناة فلاش فوت والانخراط واللايكات والتعليقات باش نبينوا للكراغيلة بأن المغرب قوي عليكم بزاف يا الكراغيلة يا الجزائر الخبثاء. حنا مع الجوار، مع حسن الجوار. ما بغيتوش ديروا يديكم مع المغرب، على الأقل عطيوه اتساع. المغرب ما مقربش لكم، حتى الإعلام الرسمي المغربي ما تيجبدكمش. حنا تنجبدوكم لي ريزو سوسيو، حنا لي يوتيوبر تنجبدوكم، ولكن رد الفعل حنا ما تنسبوكمش، ولكن رد الفعل هذا هو اللي تيخلينا حنا تتجرونا باش نردوا عليكم. تحياتي لكم خوتي المغاربه في الداخل والخارج، وتحياتي الى كل العرب، والسلام عليكم ورحمه الله، وحنا غنرجعوا مره. تحياتي لكم خوتي المغاربه في الداخل والخارج، ومرحبا بكم مره اخرى في قناتكم قناه فلاش فوت. حنا رجعنا لكم، وكما شاهدنا جميعا الاعلام الخبيث اللي تيتهم المغرب بالكولاسه وبالرشوه، وحنا اللي ترشيو متسيبي والاعضاء ديال الاتحاد الافريقي اللي تصوتوا لصالح المغرب والثلاث دول في الافارقه الاخرى اللي غينظموا بما فيها كينيا واوغندا في 2027. كما سمعتوا كما شفتوا ان الاعلام الخبيث بدون حجج بدون دليل تيتهموا المغرب والمغاربه وعلى راسهم فوزي القجع بالكولاسه وبالرشوه، وهذا الشيء كله مردود عليهم، لان في الحقيقه ان المغرب قوي وقوي عليهم بزاف وسيظل قويا. غنحتضنوا كاس 2025 كاس افريقيا هنا بالمملكه المغربيه الشريفه، وغنحتضنوا اذا 2030 كما قال موتسيبي. جميع الدول الافارقه تساندوا المغرب في احتضان كاس العالم مع اسبانيا والبرتغال وهنا بالمملكه المغربيه الشريفه، وان شاء الله غيجي النهار اللي غنردوا عليكم كذلك، ولا خرجتوا احنا تنديروا رد الفعل. تحياتي لكم خوتي المغاربه، وما تنساوش دعم هذه القناه فلاش فوت، ابونيو، لايكات، بارطاجيو والكومنت باش نبينوا للعالم وخاصه الكراغيله بان نحن هنا المغرب كبير وكبير عليكم بزاف. تحياتي لفوزي القجع الاسد الافريقي، تحياتي لك خوتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.